شباب تانية اعدادي عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا مستر كرولوس كمال مستر ماس. معاكم ان شاء الله. السنه دي هنفهم مع بعض ايه هي الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نعرف نكمل في تانية اعدادي كويس ونفهم المنهج الجديد بتاعنا، علشان ده انتوا مفروض المنهج بتاعكم الجديد. فنركز مع بعض. اول درس عندنا النهارده درس حلو وجميل قوي وسهل قوي، حاجه اسمها الريل نمبرز. حاجه اسمها ايه؟ الريل نمبرز. قال لي الريل نمبرز دولت بيتقسموا لحاجتين، حاجه اسمها كيو وحاجه اسمها كيو داش. ايه يا مستر ده؟ قال لي بص، كيو دي يعني راشونال نمبر، كيو يبقى راشونال نمبر. طب كيو داش ايه راشونال نمبر. بص كده، ايه راشونال نمبر. يبقى الاختلاف ما بين الكيو والكيو داش، كيو هي الراشونال نمبر، طب ايه الراشونال نمبر؟ هي كيو داش. حلو. طب يا مستر مش فاهم ايه الاختلاف ما بين ده وده. قال لي بص، الراشونال نمبر حاجه تعرف تكتبها على الاي اوفر بي. مش فاهم يعني؟ مثلا هنا ينفع اكتبها على الشكل A over B، هنا ما ينفعش not A over B. مش فاهم؟ اجي اقول لك اكزامبل. يعني بص كده، لو قلت لك 3 دي مش 3 دي اوفر 1، يبقى كيو ولا كيو داش؟ يعني راشونال ولا ايه راشونال؟ قال لا يا مستر، يبقى دي كده كيو. ليه؟ عشان عرفت اخليها على الشكل A اوفر B. طب حلو. طب يا مستر 0.12 تنفع؟ قال لي هي مش دي 12 اوفر 100؟ يعني عرفت اكتبها على الشكل A اوفر B، ادي A ودي B. قال لي يبقى دي كده ايه؟ قال لي يبقى دي كده كيو. قال لي يا مستر طب انا مش واخد بالي ان في حاجه كده تبقى كيو داش. اقول لك طب بص بقى، لو جيت قلت لك سكوير روت ال5، كيو ولا كيو داش؟ راشونال ولا ايه الراشونال؟ يا مستر ايه ده؟ ده روت اللي خدته في اولى اعدادي. راشونال ولا ايه الراشونال؟ قال له هو في حاجه اسمها اصلا سكوير روت ال5؟ قال لا. قال لي انا اخر حاجه عارفها ان في سكوير روت ال4. طب هل في حاجه اسمها سكوير روت ال5؟ لا. يبقى بص كده هنقول اغنيه مع بعض، لو ملهاش كيو داش، لو ملهاش كيو ايه؟ كيو داش. يعني ده ليها ولا ملهاش؟ يعني ليها سكوير روت ولا ملهاش سكوير روت؟ ملهاش يا مستر. لو ملهاش تبقى كيو داش. طب لو ليها يا مستر؟ ليها تبقى كيو عادي. لكن لو ملهاش كيو داش، لو ملهاش كيو داش. حلو جدا. طب تعالى بقى نشوف دولت. اول اسئله عندك بيقول لك ايه؟ قول لي دي كده كيو ولا كيو داش؟ راشونال ولا ايه الراشونال؟ قال لي طب تعالى نمشي بالترتيب. مستر نيجاتيف 12. ايوه، ما نيجاتيف 12 دي ممكن تبقى كانها اوفر كام؟ كانها اوفر 1. قال لي ايه ده؟ يعني دي كيو ولا كيو داش؟ قال لي لا دي كيو. طب يا مستر روت 25 ليها ولا ملهاش؟ روت 25 بكام؟ ب5. يبقى ليها ولا ملهاش؟ ليها، يبقى كيو. طب يا مستر الميكسد نمبر يا حبيبي، طب ما تعالى نفك الميكسد نمبر. الميكسد نمبر كنا بنقول ايه؟ 2 باي 5 بلس 2. يبقى كده هنعمل ايه؟ ال5 تحت 2 باي 5 يبقى 10 بلس 2، يعني في الاخر 12 اوفر 5. مع الشكل ايه اوفر بي ولا مش ايه اوفر بي؟ ايه اوفر بي. يبقى كيو ولا كيو داش؟ كيو. ايه ده؟ فاكر ده كنا بنقول ايه؟ هي عباره عن 3.666. يا مستر هو مش ده كله ممكن اقول ايه؟ 36 اوفر كذا 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 كذا. يعني عرفت اخليها على شكل ايه اوفر بي ولا لا؟ عرفت اخليها. يبقى دي كيو ولا كيو داش؟ دي كيو. حلو، حلو جدا. روت 13 تعالى كده نشوف. في حاجه اسمها روت 13؟ روت 13 ليها ولا ملهاش؟ ملهاش. لو ملهاش كيو داش، لو ملهاش كيو داش. بوينت 125 تنفع؟ ليه؟ اكنها كام اصلا؟ 125 اوفر 1000. يا مستر مش دي كده على الشكل بتاعت الاي اوفر بي؟ يبقى هي كده كيو. ايه ده يا مستر؟ نيجاتيف كيوبيك روت 10. هو في حاجه اسمها كيوبيك روت 10؟ كيوبيك روت 10 ما ينفعش. يبقى ليها ولا ملهاش؟ ملهاش. لو ملهاش كيو داش. برافو. يبقى كده فهمنا يعني ايه راشونال ويعني ايه راشونال. يبقى كل الفكره ان هو يقول لك ده كده راشونال ولا ايه راشونال. راشونال يبقى ينفع اكتبها فراكشن، ينفع اكتبها حاجه اوفر حاجه.
لكن ايه الراشونال؟ حاجه ما ينفعش تبقى على الشكل بتاع الاي اوفر بي. باختصار الحاجات اللي ملهاش ولا سكوير روت ولا كيوبيك روت دي الراشونال. الحاجات اللي ملهاش ولا سكوير روت ولا كيوبيك روت دي الراشونال، لكن الحاجات اللي ليها سكوير روت وكيوبيك روت يبقى ده كده ايه؟ راشونال. الحوار خلص. طب بص السؤال اللي فوق بيقول لك ايه؟ find two consecutive integer between root 11 كيوبيك روت 12 20. قال لي مستر السؤال ده شكله صعب، مش عايز افاجئك، هو السؤال ده بيجي دايما في الامتحانات. طب بص كده ممكن تركز معايا؟ اقول لك ركز معايا. مستر روت ال 11 مين اللي قبله ليه سكوير روت؟ مين اللي قبله ليه سكوير روت؟ ال 9. ال 9 السكوير روت بتاعها بكام؟ ب 3. قال لي ايه ده؟ يعني انا احط روت ال 11 في النص، اللي قبله في حاجه اسمها روت ال 9. ايوه. طب واللي بعده ليه سكوير روت؟ بعد ال 11 مين اللي ليها سكوير روت؟ 12 لا ملهاش، 13 لا ملهاش، 14 لا، 15 16. ايوه صح، يبقى هنا 16. طب سؤال مستر هو مش ده كده هو الاكبر وهنا ده الاصغر؟ ايوه. طب هو سكوير روت ال 9 كام؟ 3. روت ال 11 معرفش. الباشا 4. يبقى مين الرقمين الانتيجرز اللي هم ما بين الروت ال 11 او هو ما الروت ال 11 ده ما بينهم هو 3 وال 4. يبقى انا عملت ايه؟ شفت واحد قبله ليه سكوير روت وشفت واحد بعده ليه كيوبيك سوري سكوير روت. عمل لي طب بص يا مستر السؤال اللي بعده برضه اشوف سكوير روت. قال لي يلا ده ايه كيوبيك ولا سكوير؟ قال لي ده كيوبيك. يبقى اشوف بقى واحد قبله ليه كيوبيك روت واحد بعده ليه كيوبيك روت. كيوبيك روت مين اللي قبل ال 20 ليه كيوبيك روت؟ قال لي ممكن كام؟ قال لي طب تعالى نجرب. كيوبيك روت ال 8. تعالى نشوف. طب واللي بعده ليه كيوبيك روت؟ كيوبيك روت ال 8 27. قال لي تصدق يا مستر صح، وده اكبر وده اكبر. كيوبيك روت ال 8 2. كيوبيك روت 27 3. يبقى مين الرقمين اللي ما بينهم الكيوبيك روت 20؟ ال 2 والايه وال 3. يبقى من الاخر لو انت عايز رقم ما بين حاجتين شوف ده ليه سكوير روت يبقى هو بالسكوير روت، يبقى شوف الرقم قبله ليه سكوير روت وبعده سكوير روت. لو الرقم ده كيوبيك روت يبقى شوف اللي قبله ليه كيوبيك روت واللي بعده كيوبيك روت. الكلام سهل جدا جدا جدا، بس انت فهم خلاصه الكلام ده كله. انا عندي حاجتين، حاجه اسمها راشونال وحاجه اسمها ايراشونال. الراشونال ينفع اكتبها كفراكشن حاجه اوفر حاجه، لكن الايراشونال حاجه ما ينفعش تتكتب نوت تتكتب، يعني ما ينفعش تتكتب على الشكل بتاع الاي اوفر بي. وفي نفس الوقت خلي بالك في حاجه مهمه، ان البي دي نوت ايكوال للزيرو. عمر ما في فراكشن عندك ينفع يبقى اوفر زيرو. فمن الشرط بتاع الحاجات دي ان البي دي ما تكونش ايكوال للايه؟ للزيرو. يبقى ما ينفعش يتكتب على الشكل الاي اوفر بي. وانا هكتبها لك هنا بالعربي كده ليك انت عشان تبقى فاهم. يبقى هي ايه؟ لو ملهاش كيو داش، ملهاش ايه؟ ملهاش ولا سكوير روت ولا كيوبيك روت. لو ملهاش كيو داش، لو ملهاش كيو ايه؟ كيو داش. حلو. طب نكمل. بصوا بقى كده، تعالوا بقى ايه نكمل ونشوف ايه الاشكال ايه ده مستر ده ايه الكلام ده مره واحده كده. اقول لك طب بص تعالى بس نفتكر مع بعض مين هي الان، مين هي الزد، مين هي الار، مين هي الكيو، مين كل الكلام ده. بص كده احنا نبدا اول حاجه بالار. ار ده اللي هو اسم الدرس عندنا، هو الريل ايه؟ الريل نمبر. مين هي الريل نمبر؟ كل الارقام اللي عندك. ايه؟ كل الارقام الايه اللي عندك، يعني 1 ينفع، 2 تنفع، نيجاتيف 3، نيجاتيف 5، 0.3، 0.5، 2.5، 3 اوفر، كل ده ينفع. يبقى الريل نمبر all numbers، all real number. حلو. قال لي بعد كده ممكن طيب يا مستر تقسم لنا الريل دي لايه؟ قال لي الريل دي ممكن ينزل منها حاجتين، هي كيو وكيو داش. ما ايوه يا مستر، ما انت لو خدت بالك في الحاجات اللي كنا بنقولها اللي فاتت ان كيو كل حاجه، لكن كيو داش لو ملهاش، يعني ملهاش سكوير روت ولا كيوبيك روت، يبقى ده كيو داش خلاص. قال لي حلو. بعد الار اللي هي الريل نمبر في عندي حاجه اسمها، تعالى نفتكر مع بعض كده، الزد، وحاجه اسمها الان، وحاجه اسمها السي. يا مستر ده انا فاكر الزد دي الانتجرز دي كانت مقسومه عندي لثلاث حاجات. ايه هم يا مستر؟ الزد البوزيتيف والزد النيجاتيف
والset of 0. يعني ممكن اقول ايه؟ قال لي ممكن اقول نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 وممكن الزيرو وممكن ال1 وممكن ال2 and so on وهنا and so on. طب بالنسبه للان هي الناتشورال نمبر، هي الناتشورال ايه؟ النمبر، يعني عباره عن ايه؟ قال لي هي نقدر نقول عباره عن الزد بوزيتيف ولا set of 0. يعني هي ابدا من اول الزيرو 1 2 3 and so on، ما ينفعش اخد اي رقم نيجاتيف وببدا بين الزيرو. السي الكاونتنج نمبر، ايه الكاونتنج نمبر يا مستر؟ انت بتعد من اول كام يا عم؟ بتبدا من اول الزيرو ولا بتبدا من اول 1؟ انا كده ايه في صف قدام هقول له انت رقم زيرو؟ لا ما ينفعش، انت رقم 1 2 3 4 and so on. يبقى هنا دي الكاونتنج نمبر اللي هي بتبدا من اول كام؟ ال1 وال2 وال3 وال4 and so on. يبقى احنا عرفنا ايه هي الار نازل منها كيو وكيو داش، الزد زد بوزيتيف زد نيجاتيف والسيت اوف زيرو، الان زد بوزيتيف الزيرو، بعد كده السي هي الارقام البوزيتيف من غير الزيرو. يعني اقدر اقول ان السي ايكوال الان بس شيل منها الزيرو. صح جدا. قال لي طب تعالى بقى نشوف اللي احنا عاملينه هناك ده. طب تعالى كده تعالى. الار عباره عن كيو وكيو داش. مين الكيو؟ الراشونال نمبر. مين الكيو داش؟ ايه الراشونال نمبر؟ طب مين هي الزد؟ الكيو دي جواها مين؟ جواها الزد اللي هي الانتيجرز، والانتيجرز جواها مين؟ جواها الان. ايه ده يا مستر؟ الدايره دي كلها تتلخص بقى ايه في الجزء ده؟ يعني ايه العلامه دي؟ قال لي العلامه دي يا مستر كنا بنقول عليها ان هي اسمها سبست، جزء من، يبقى الان جزء من الزد والزد جزء من الكيو والكيو جزء من الار. يبقى تاني الان جزء من الزد والزد جزء من الكيو والكيو جزء من ايه؟ من الار بالتسلسل. الان دي الناتشورال نمبر جزء من مين؟ جزء من الزد والزد جزء من الكيو والكيو جزء من الار. يبقى احنا كده عباره عن شجره. اول حاجه هي الريل نمبر ما بينهم الكيو والكيو داش. الكيو نازل منها ايه؟ الكيو نازل منها الزد والان، بس مين جوه مين؟ الان هي اللي جوه الزد. ليه؟ عشان عرفنا الفرق بين ده وده. طب ومين تاني بقى جزء من الار؟ هي كيو داش طبعا. يبقى احنا كده ايه؟ عندنا جزئين، كيو داش جزء من الار، والكلام اللي احنا قلناه ان الان جزء من الزد ومن الزد جزء من الار. سوري، والزد جزء من الكيو وكيو جزء من ايه؟ من الار، اللي هي الشجره اللي احنا عملناها. الكلام ده مهم عشان عليه اسئله هنا ونخلي بالنا عليه. دي اكزامبلز مهمه. يلا عايز اعرف هو الباشا ده اختار لي ما بين بلونج ونوت بلونج. انا عايز تختار وتقول لي هو ده بلونج ولا نوت بلونج. يا مستر 0.63 بس ده ريبيتد عمال يتكرر في كيو داش. يا مستر احنا لسه حالين واحده في الحاجات اللي فاتت كنا نقول ايه؟ لا يا مستر ده كده نوت بلونج، هو مش موجود في الكيو داش. ليه مش موجود في الكيو داش؟ عشان ده ممكن يبقى 0.63 اوفر 100 ونكمل، ممكن 63 ونكمل، ما هو ريبيتد هتطلع بنفس الايه؟ الطريقه. يبقى انا خليتها حاجه اوفر حاجه. ما دام حاجه اوفر حاجه يبقى دي ما ينفعش تبقى كيو داش، دي تبقى كيو. يلا نشوف اللي بعديها. كيوبيك روت 3 اوفر 8، هل ده بلونج ولا نوت بلونج للزد؟ طب تعالى نشوف. بص كده يلا هنقول ايه 3 باي 8 24 بلس 3 يبقى كده ايه 27. يبقى ده بقى الشكل بتاعه 27 اوفر ال 8 تحت الكيوبيك ايه روت. كيوبيك روت 27 ايكوال 3. كيوبيك روت ال 8 2. يا مستر هو 3 اوفر 2 ده في الزد؟ ياد ما تلخبطش هو بيقول لك الزد ولا الكيو. قال لي لو هو فراكشن وبيسال على الكيو كنا بلونج. طب هي الزد كانت ارقام ايه؟ الانتيجرز، يعني ارقام على بعضها مفيش ديسمال مفيش فراكشن، وال3 اوفر 2 ده كان فراكشن، يبقى هي ايه؟ نوت بلونج. قال لي تصدق يا مستر صح. طب بص روت ال5 مالها بالار؟ يا مستر روت ال5 مالها بالار؟ الار فيها كل حاجه يبقى ينفع تبقى ايه؟ بلونج. ركز هو بيسال هنا على ايه؟ على كيو داش، على الزد، على ار فيها كل حاجه. الزد الانتيجرز بس يعني رقم على بعض. كيو داش لو حاجه مالهاش ولا سكوير روت ولا كيوبيك روت وحاجه مش هينفع نكتبها على الشكل اللي هو ايه اوفر بي. اللي بعده كيوبيك روت 3. هو في حاجه اسمها كيوبيك روت 3؟ قال لي ثانيه كده كيوبيك روت 3 كيوبيك روت 3 ليها في حاجه اسمها كيوبيك روت 3؟ ايه ده؟ ليها ولا مالهاش؟ مالهاش. يبقى هي المفروض تبقى كيو داش، بس هو الراجل هنا غلس بيسالني على مين؟ على كيو، يبقى هي كده ايه؟ نوت بلونج. ابسوليوت النيجاتيف 4. هو الابسوليوت ده بيشيل ايه؟ بيشيل النيجاتيف، فمعنى ده كده بقت 4.
هو ال4 موجود جوه الان، مع الان دي الارقام الايه؟ البوزيتيف، وال4 موجود موجود، يبقى بلونج عشان الابسوليوت بيشيل الايه؟ بيشيل النيجاتيف. طب يا مستر سكوير روت نيجاتيف 1، هو بذمتك انت واخد في اولى اعدادي، هو ينفع السكوير روت ده يبقى تحته رقم نيجاتيف؟ فكر ينفع؟ ما ينفعش. يبقى اصلا ده ريل نمبر؟ لا ده مش ريل نمبر. ليه؟ عشان احنا قلنا الريل نمبر ده اي حاجه تنفع، اي حاجه بتعامل بيها، بس انا ما بتعاملش على حاجه اسمها سكوير روت نيجاتيف 1. يبقى ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. يبقى دي نوت ايه؟ نوت بلونج للايه؟ للار. صعب الكلام ده؟ مش صعب ولا اي حاجه، الكلام سهل ايه؟ جدا جدا جدا. بس احنا نركز. خلاصه الكلام ده ان انا عندي حاجه اسمها ار، الار دي نازل منها حتتين، كيو داش. الكيو داش اركان على جنب خلاص. مين هي كيو داش؟ الحاجات اللي مالهاش سكوير روت، الكلام اللي مالوش اي كيوبيك روت ولا سكوير روت، الكلام اللي ما ينفعش اعمله على الشكل ايه؟ ايه اوفر بي. الكيو نازل منها الزد، والزد نازل منها الان، والان جواها مين كمان؟ السي اللي احنا عملناهم كده. فده سبست من ده وده سبست من ده. صعب الكلام ده؟ قال لي ولا اي حاجه، دي علامه السبست، دي علامه السبست. سبست يعني جزء من، زي كده القلم جزء من ايديا، القلم جزء من ايه؟ من ايديا. هي حته منها. الكيو حته من الار، والزد حته من الكيو، والان حته من الزد، وكل ده اصلا جزء من مين؟ من الار الكبيره خالص. نفس الكلام ان كيو داش جزء اصلا من مين؟ من الار. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب، الكلام سهل ومنهج حلو ولذيذ، بس عايز ده يشتغل. لكن لو هنحفظ يا لهوي مش هعرف اعمل حاجه. فنركز ونكمل مع بعض ونشوف باقي الافكار. نكمل مع بعض باقي الاسئله اللي على الدرس الجميل ده. درس سهل قوي ولذيذ واحنا نقدر نفهمه ونعرف نحل عليه. بيقول لي فايند ذا سوليوشن سيت، اللي هو بنقول عليه من السنه اللي فاتت الاس اس، السوليوشن ايه؟ سيت. بس الراجل ده غلس، قال لي مره واحده بلونج للكيو داش، مره بلونج للار، مره بلونج للكيو داش، مره بلونج للار. طب يلا نمشي واحده واحده. اول سؤال بيقول لي اكس بار 2 ماينس 2 ماينس 3 ايكوال 2. قال لي خلاص احنا فاهمين من السنه اللي فاتت ازاي نحل الايكويشن. النيجاتيف يروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يبقى الاكس بار 2 ايكوال 2 بلس 3، يبقى الاكس بار 2 ايكوال 5. لو عايز اشيل الباور 2 وبعمل سكوير روت، يبقى الاكس بس ايكوال سكوير روت 5. يا مستر اوعى تنسى وتتلخبط بعد اذنك. ليه؟ عشان قلنا لو عايز اشيل الباور 2 بعمل سكوير روت، بس هنحط في الاول بوزيتيف اور ايه؟ اور نيجاتيف. يبقى سؤال، الرقم ده موجود في الكيو داش؟ هو شارط عليا ان لازم الاكس اللي تطلع دي تبقى في الكيو داش. هل الرقم ده في الكيو داش؟ تقول لي تصدق يا مستر صح. ليه؟ اصل الروت ال5 مالهاش سكوير روت، يبقى ليها ولا مالهاش؟ لو مالهاش كيو داش يبقى السوليوشن سيت هنا عباره عن ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال5. هي لو كتبتها لي نيجاتيف روت ال5 وروت ال5. المساله بقى الثانيه يلا نشوفها مع بعض كده. يلا بيقول لي هاف اكس بار 2 بلس 1 ايكوال نيجاتيف 4. عايز الكلام ده لو هي الاكس بتاعتك بلونج للار. قال لي طب يلا نمشي بنفس المبدا اللي بتاعنا، البلس يروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى ايه؟ هاف اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 4 ماينس 1، يبقى هاف اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 5. ده بالتايمز يروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد، يبقى الاكس بار 2 بس ايكوال 5 ديفايدد 1 اوفر 2 نيجاتيف 5 ديفايدد 1 اوفر 2. نعملها بالطريقه بتاعت السنه اللي فاتت، ثبت باي شقلب، فتبقى الاكس بار 2 كام؟ نيجاتيف 10. يبقى الاكس بس لو عايز اشيل الباور 2 بيروح الناحيه الثانيه بسكوير روت، ها؟ يبقى الاكس بس ايكوال سكوير روت نيجاتيف 10. يا مستر هو انت بتقول لي عايز الحل بتاعك موجود فين؟ في الار. هو انا ينفع حاجه عندي اسمها سكوير روت نيجاتيف 10؟ هو في سكوير روت تحت النيجاتيف؟ ما ينفعش. طب هي بقى اصلا دي ريل نمبر؟ قال لا دي مش ريل نمبر. يبقى السوليوشن سيت هنا ايه يا مستر؟ قال لي يبقى السوليوشن سيت هنا فاي، او السوليوشن سيت فاضيه. ليه؟ عشان الشكل ده مش في الار. لو هو كان ليه من غير النيجاتيف او كان كيوبيك روت كنا نقدر نحل عادي، لكن ده بيقول لي في الار وتحت السكوير روت في نيجاتيف، يبقى ما ينفعش اصلا. طب يلا المساله اللي بعدها عايزها موجوده في الكيو داش، يبقى كل اللي هعمله ايه؟ باشا ده بالتايمز، يبقى يروح الناحيه الثانيه على طول بالايه؟ بالديفايدد، يبقى الاكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 32 اوفر ال 4، يبقى الاكس باور 3 ايكوال سمبليفاي اوفر 4 اوفر 4، يبقى نيجاتيف 8 اوفر 2. طب يلا يا مستر، يبقى الاكس ايكوال كيوبيك روت نيجاتيف 8 اوفر 2. ليه يا مستر؟ علشان انت عايز تشيل الباور 3 بتعمل كيوبيك روت. طب ما هو ده اللي حصل.
طب يا مستر ده في نيجاتيف يا باشا، هو ده سكوير ولا كيوب؟ لا ده كيوب يا مستر عادي، ما دام كيوب يبقى عادي، لو سكوير مش عادي. طب ده كيوب عادي. طب انت عايزها ايه اصلا؟ كيو ايه؟ كيو داش، وعايزها هنا كيو ايه؟ كيو داش. طب سؤال، هو ده ليه سكوير روت؟ كيوبيك روت سوري. ال8 ليها لكن ال2 ملهاش، فلو ملهاش كيو داش يبقى السوليوشن سيت عندي خلاص هي الاجابه بتاعتنا دي. ليه؟ عشان ده ملهاش. عارف لو كان هما الاثنين ليهم كنا هنقول السوليوشن سيت فاي عشان ما فيش حل. قال لي طب تعالى ليه ده؟ ايه ده ايه ده يا نهار ابيض؟ ده ليفل الوحش. ليفل ايه؟ ليفل الوحش. قال لي طب بص كده نمخمخ مع بعض عشان نفهم. انت عايز في الاخر السوليوشن سيت بلونج للايه؟ للار. قال لي يا مستر ايه رايك؟ تعالى نشرحها كده بطريقه بحب اشرحها بيها قوي. اي حاجه فيها اكس سميها جزم، واي حاجه من غير الاكس سميها بصل. ماشي يا مستر، هو ازاي الجزم واقفه جنب البصل والجزم واقفه جنب البصل؟ مش فاهم. قال لي يبقى بالمنطق نجمع الجزم مع بعض ونجمع البصل مع بعض، نجمع الجزم مع بعض ونجمع البصل مع بعض. بمعنى الجزم دي تخش جوه، هي بالبوزيتيف تخش بالايه؟ بالنيجاتيف، والبصل ده يطلع يقف جنب البصل اللي زيه بالايه؟ بعكس الساين بتاعته. قال لي يعني انت قصدك يا مستر يعني 5x باور 3 ماينس 4x باور 3 ايكوال 8 اللي هي البصل اللي واقف هناك بلس ال1. 5x باور 3 ماينس 4x باور 3 يعني x باور 3 واحده. 8 بلس 1 يبقى 9. لو عايز اشيل الكيوبيك روت بعمل سوري، لو عايز اشيل الباور 3 هعمل كيوبيك روت، يبقى الاكس بس ايكوال كيوبيك روت ال 9. هو كيوبيك روت ال 9 كام؟ طبعا واحد دلوقتي بيقول 3. غلط. ايوه غلط. ليه؟ عشان ده كيوبيك روت. ال 3 دي بتاعت السكوير روت. قال لي تصدق يا مستر صح؟ طب انت عرفت ازاي ان انا غلطت؟ شغل ده، ما انا عارف ان انت هتغلط. طب سؤال يا مستر، هو بيقول لي بلونج لايه؟ للار. طب هي دي مالهاش اصلا يعني كيو داش، طب ما كيو داش اصلا جزء من ايه؟ من الار. يبقى السوليوشن ست هنا ايه؟ كيوبيك روت الايه؟ ال9. ليه؟ عشان دي مالهاش يعني كيو داش، وكيو داش جزء من ايه؟ من الار. عارف لو هنا قال لي بلونج للار سوري بلونج للكيو كنا هنقول ايه؟ فاي. يعني لو جه هنا في الامتحان راح قال لي دي لا بلونج للكيو كنا ساعتها السوليوشن ست هيبقى ايه؟ هيبقى فاي. ليه؟ عشان الرقم ده ملهوش كيوبيك روت، يبقى كان المفروض كيو داش مش كيو، يبقى السوليوشن سيت فاي. لكن هو قال لي هنا بلونج للايه؟ للار. ما دام بلونج للار يبقى فعلا السوليوشن سيت تنفع حاجه زي كده. يبقى واحده واحده كده باختصار. هنا حلينا عادي خالص، طلعنا السكوير روت بوزيتيف ونيجاتيف روت ال5. كيو داش ده ملهوش سكوير روت يبقى ينفع كيو داش. الباشا هنا طلع في الاخر نيجاتيف سكوير روت نيجاتيف 10. نيجاتيف 10 مش موجوده في الار. سكوير روت نيجاتيف 10 اي سكوير روت ما ينفعش تحت رقم بالنيجاتيف، فمش هينفع يشتغل معايا. بعد كده هنا لما جيت حليت هو بيقول لي ايه؟ ان انا عايزها في الكيو داش. فعلا الكيوبيك روت ينفع تحت رقم بالنيجاتيف وده ملهوش كيوبيك روت، يبقى فعلا ينفع في الكيو داش. الباشا هنا جمعنا البصل مع البصل والجزم مع الجزم وحلينا عادي خالص. الحل طلع برقم ملهوش كيوبيك روت عادي خالص. ما دام انت قلت لي ار يبقى تنفع طبعا الاجابه عادي خالص، ما دام الرقم اصلا ريل معايا يبقى ينفع. لكن لو كان قال لي، ودي احنا زودناها من عندنا، لو كان قال لي ان الاكس بلونج للكيو بس يبقى كان ساعتها السوليوشن سيت يبقى ايه؟ فاي. اول درس سهل جدا بس انت افهمه، عشان كده قلت لك ان انت لو فهمت هتعرف تحل اي ايه حاجه.